السلام عليكم، أهلًا بيكم في حلقة جديدة من A Point of View. في الحلقة دي هنتكلم عن الcomposition API، وده كان يعني segue كويسة من الحلقة اللي فاتت لمّا اتكلمنا فيها عن الmigration من Vue 2 لVue 3. وقلنا من أهم الfeatures بتاعة Vue 3 composition API. بس يعني أنا حابب أتكلم عن شوية history كده بسيط عن الcomposition API، جه منين واتسمى كده ليه، وإيه الgoals بتاعته، وبعد كده ممكن نبدأ نتناقش مع بعض في الحاجات اللي الناس ممكن تبقى مهتمة بيها أكتر، إزاي تستعمله، والفروقات الAPI نفسه فيه إيه، ونقدر نستعمل حاجات مختلفة في إيه، فروقات بين حاجات معيّنة وحاجات معيّنة وكده. فالcomposition API ده لمّا ظهر كان في React community كانوا لسه طالعين بReact hooks، ودي كانت عملت ضجة وحرب صغيرة عندهم، عشان الناس كانت شغالة classes، بعد كده قلبت الcomposition API للhooks API بتاعه. Objects. فالس فالسبب الرئيسي يعني الجولز الرئيسية للAPI بتاعهم ده اللي هو الhooks، إن أنت تقدر تseparate logic معيّن بعيد عن الcomponents، ينفع تحطه في custom function وتحطه تcompose في الcomponents بعدين، على أساس إن أنت الfunction بتاعة الcomponent اللي هي function component بتاعة React بتcall functions تانية. فده كلمة دي اسمها في الfunctional programming إلى حدٍ ما اسمه composition. أنت بتcompose functions مع بعض، مش بالضبط، بس هي من هنا يعني الوصف في كلمة composition ظهر هناك كتير في الhooks API. فطبعًا Vue إحنا يعني قُلنا كتير إن Vue بيشوف الحلو من هنا، ويقول لك أنا هاجرّبه عندي وهنعمله أحسن. ده اللي حصل يعني مع الcomposition API. Even كان عمل proof of concept بسيط، والproof of concept ده يعني ناس كتيرة اتبسطت بيه وأنا منها، لمّا شُفته قُلت لأ ثواني ده ممكن يبقى كويس. بعد كده لمّا بدأ بقى خلاص نظهر الAPI زي ما هو دلوقتي، بدأ يظهر له POC قوي شوية، وبقى ليه actually library تقدر تستعملها في Vue 2 عشان تجرّبه فعلًا. فخلاص يعني الناس كلّها بقت شايفة ده المستقبل بتاع Vue، وفعلًا إلى حدٍ كبير هو فعلًا المستقبل بتاع Vue، لدرجة إن Vue 3 كان المفروض ييجي بالcomposition API بس وما فيهوش الoptions API. طيب عشان إحنا هنقول كلمة options API كتير. الoptions API ده عبارة عن اللي هو إن أنت كنت لمّا بتيجي تexport view component أو بتcreate view component سواء بview.extend أيام view 2، أو كنت بتقول export default وبتعمل object كده، بيبقى الobject ده فيه sections كده متقسّمة صح؟ اللي هي الcomputed، الmethods، الdata، في mounted، حاجات زي دي كانت sections كده وmethods محطوطة يا إما nested يا إما على الtop level بتاع الobject. فالناس كانت بتحب الموضوع ده لإنه إلى حدٍ ما بيساعدها إنها تنظّم آمم الcategories بتاعة الحاجات بتاعتها، يعني computed stuff مع بعضها، حاجات الdata مع بعضها، الmethods مع بعضها، ال مش عارف إيه تاني مع بعضها، يعني كل حاجة مسمياتها مع بعضها يعني. بس الcomposition API بيoffer طريقة مختلفة خالص، هو بيخلّيك تعُك كل ده مع بعضه، بس أنت بقيت بتجروبهم بطريقة مختلفة. يعني الoptions API بيجروبهم by مثلًا الcategory بتاع الحاجة، لكن الcomposition API بيcombine based على هم بيعملوا إيه، الgoal بتاع المجموعة دي. يعني أنت عندك method مثلًا، عندك count، فالcount state دي بيبقى عندك الstate بتاعتها، وعندك الmethod اللي بتincrement والmethod اللي بتdecrement مثلًا. فعندك دلوقتي 3 components أو 3 قطع للcount feature دي صح، اللي هي الstate الفانكشنين. ففي view 2 بالoptions API أنت كنت هتحط الcount في الdata، method increment method decrement، ولو عندك يعني لو أي بقى component فيها الlogic بتاع الcount ده، أنت كان لازم بتسبريدهم كده، فممكن يبقوا يعني في مسافات كبيرة بقى ما بينهم لو في بقى ستيتات وحاجات تانية كتيرة في النُص. لكن الoptions بيقول لك لأ، أنت ممكن تعمل function صغننة اسمها use count فيها الحتة بتاعة الcount بس، وتقدر تستعمل custom hook دي أو custom composable function وتحدفها عندك في الcomponents، وخلاص هي بتexpose الحاجات بتاعتها وكده يعني. طبعًا الحوار ده عمل مشاكل كتير، لإن يعني الناس عملت articles مخيفة، يعني عناوينها مخيفة. واحد بيقول لك the view darkest day ومش عارف إيه، والناس كانت بتأفور جامد الصراحة، وأنا كنت قاعد باضحك يعني على اللي بيحصل ده، لإن ما كانش في حاجة running تقدر تجرّب بيها الcomposition API. فأنا كنت عملت نسخة مع نفسي كده، يعني جرّبتها مع نفسي، حاولت أhack الcomposition API إنه يشتغل في view 2 وعرفت أعملها. بس وعجبني، الصراحة عجبني. بس شكله دلوقتي غير شكله ساعتها، غير شكله بعد كده. فيعني أنا
في history كتير ممكن أتكلّم فيه، بس فبلاش يعني نخُش في الحاجات دي كلّها ونخلّيها تيجي يعني في الحديث بتاعنا يعني. بس خلّينا نبدأ مثلًا نشوف الشباب مثلًا الcomposition API دلوقتي، يعني كُلّنا شغالين بview 3 دلوقتي، بس كل واحد فينا أو كُلّنا في شركات مختلفة الcomposition API إلى حدٍ ما وصلنا له بطُرق مختلفة أو بstages مختلفة، فخلّينا مثلًا نبدأ وصلنا له إزاي مثلًا، ونبدأ مع زُهدي يعني بتعملوا إيه دلوقتي؟ هل بتستعملوا composition API والّا بتبعدوا عنه والّا يعني إمتى بتستعملوه والّا أنتم خلاص بتستعملوه by default؟ وصلتوا له إزاي أصلًا؟ كل ده. تمام. شكرًا يا عبد الرحمن على المقدمة الجميلة دي، يعني فيها history ظريف جدًا، والناس مهم جدًا الناس تكون عارفة الhistory جات إزاي. بالنسبة لنا في الشركة عندنا يعني هادّي note بسيطة عشان الناس اللي ما شافتش الحلقة اللي فاتت. هو إحنا كنا شغالين بV2، وعملنا migration من V2 لV3. فالdefault عندنا في الapplication كله هي options API، بس واحدة واحدة بقى بنmigrate من options API لcomposition API. إحنا لمّا كنا بنعمل migration من V2 لV3 يعني ما حاولناش نcomplex الموضوع أوي إن إحنا migrate كل حاجة حرفيًا. كان أهم حاجة عندنا يكون عندنا Vue3 version شغالة، فلذلك ما عملناش migration من Vue options API لcomposition API للcomponents كلها. فواحدة واحدة بدأنا بقى إيه نgo from options لcomposition API. في البداية كان يعني الfront end developers كنا بنتكلم مع بعض وكده ونعمل إيه ونسوي إيه، فالموضوع ما كانش فيه حماس أوي في البداية. بالذات إن عندنا components كتير جدًا، وteam الfront end مش فاكر عددهم بالضبط، بس بنتكلم في متوسط 6 تقريبًا. فإن يحصل migration من أو ننقل من options لcomposition، الموضوع محتاج يعني تنسيق كويس علشان نطلّع كود بشكل كويس. لإن من مميزات وعيوب في نفس الوقت composition API إن هي بقت معتمدة أكتر، يعني هي بقت flexible أكتر عن الoptions API. options API كان بيجبرنا إن إحنا نكتب الstates هنا في الdata، functions أو methods بتاعتنا في الsection بتاعة الmethods، نفس الكلام لل لو عندنا computed properties أو هكذا. فالflexibility بقت إن إحنا زي ما عبد الرحمن قال، بقينا ممكن نجمّع كل الحاجات ليها علاقة، لو مشينا على نفس المثال، ليها علاقة بالincrement أو الcount في حتّة، حاجات ليها علاقة بأيًا كان النوع الdata التاني في حتّة مع بعض، يعني group كل حاجة مع بعضها. فبما إنه بقى flexible فبقى يتيح أكتر، ممكن نقولها العك. إمم. ممكن كلمة يعني تقيلة شوية، بس ده حقيقي. يعني لمّا دايمًا الflexibility بتدّي ميزة وعيب. ميزة إنّك ممكن ت ت تنظّم بشكل أفضل لو أنت فاهم، ولو أنت مش فاهم هتعُكّها زيادة. دي الميزة والعيب. ف فبدأنا واحدة، واحدة يعني الحاجة الجديدة نعملها composition API، ولو هنtouch component بقوة مش مجرد تعديل ونجري، بنحوّله لcomposition API. ومؤخرًا بقينا نعمل composables للناس لو في ناس يعرفوا React أو عندهم تجربة في React، هي شبيهة hooks صح؟ أو إمم. custom hooks. يعني الcompatible في Vue ما يعادل custom hooks في React. وهي فكرتها باختصار إن إحنا بتعمل زي script tag فيه شوية حاجات مرتبطة ببعض. الحاجات دي ممكن mix ما بين methods، life cycle hooks، states، computed properties، بس كلّهم يخُصّوا شيء محدد، مش حاجات متفرقة وبنجمّعهم مع بعض عشان نعيد استخدام الcomposable ده في أكتر من مكان. لو إحنا عندنا counter في 5 components، كنا في البداية بنعمل نفس الlogic ده في ال5 components، أو حتى بنshare functions بسيطة أوي في helpers مثلًا، وهي دي بس اللي بتكون shared، لكن بقية الحاجات بتكون يعني duplicated في كل component. لكن بالشكل ده بقينا عندنا composable اسمه counter، وcounter ده ممكن نستعمله في 20 component عادي جدًا، وكل component هيكون يعني زي ما بنقول كده إيه، عنده نسخة منفصلة بالdata بتاعته أو بالstate بتاعته. آمم، بس بيشيل نفس الlogic نفس كل حاجة عشان إمم. ما نكررش. بس
النسبة الأكبر يعني إجابة على السؤال سريعًا، النسبة الأكبر options API، لكن إحنا بنgo forward الcomposition API واحدة، واحدة. الموضوع في البداية ما كانش فيه عندنا شوية، دلوقتي بقى عندنا composables، وواحدة، واحدة الموضوع يعني بنروح ناحية الcomposition أكتر من الoptions. وأنا فاهم إن يعني ممكن الحاجات اللي تبقى مشجّعة إن أنت يعني عكس تشجيعي تخوّفك إنك تستعمل composition API إن أنت آآ اللي هي زي ما أنت قُلت أنت عندكم already code base موجودة، فإن أنا migrate إمم. أصعب بكتير من إن أنا جديد يعني تبدأ من بالضبط، الصفر بالضبط. بcomposition أسهل بكتير من العكس. ف مضبوط. بالضبط. بس أنا شايف الapproach دي كويسة، إن الحاجات الجديدة تعملها composition having إن أنتم خلّصتوا الmigration أنت كده بتستفيد يعني على قد ما تقدر من الموضوع، وفعلًا لمّا تtouch component قديمة اعملها composition واستفيد من الموضوع يعني. يعني في هنا balance ما بين إن أنت تخلّص الشغل وإن أنت ما تقعدش تmigrate للأبد بالضبط. لcomposition API. خلّينا يعني في صح. برضه حاجة كده صغنّنة أنت بتقول إن إحنا كنا بندuplicate الlogic في كل components، يعني كان في طريقة بتخلّينا ما نعملش كده، بس كانت أبوخ كمان، يعني أبوخ من كل ده، اللي هي إن أنت تعمل component وتبقى بنسميها headless component صح؟ أو آه، renderless آه، آه. component ودي expose مضبوط. الstate بتاعتها من الscoped إمم. slots وده فيلم لوحده أصلًا. إمم. وكانت مشكلة، لإن دلوقتي أنا عندي الstate في الtemplate، طب افرض أنت عايز الstate دي دي عندك حقيقة. JavaScript ما ينفعش تجيبها، ما ينفعش، اهم، فدي كانت اهم. زنقة وحشة أوي يعني. بس يعني هنخوض في التفاصيل دي بعدين، بس خلّينا نسأل نفس الأسئلة لنصر. تمام. وأنا عامةً تجربتي شبه أوي التجربة بتاعة زُهدي. يعني هو الapplication عامةً كنا بدأناه من حوالي أكتر من سنتين، فهو ساعتها كان الproject mainly Vue 2، وفي Vue 2 هو ما فيش كده option غير إن أنت تبقى بتكتب بالoptions API. ففي development time وefforts كتيرة أوي محطوطة في إن إحنا بنbuild components وبنbuild الstore وإن إحنا بنbuild الmixins بتاعتنا والحاجات دي كلها. فقرار المايجريشن لفيو 3 هو كده كان قرار لا بد منه، علشان خلاص هي فيو 2 ما بقتش supported anymore. بس يعني الكويس في فيو 3 ان هم ما رموش الاوبشن سي بي اي في الزباله. هو احنا عندنا، لا هو احنا في ستيل فيو 3، بس انت تقدر كل الكومبوننتس اللي كانت شغاله باوبشنز اي بي اي شغاله زي ما هي. وابتدينا برضو الكومبوننتس بقى الجديده فعلا بنحاول نكتبها بكومبوزيشن اي بي اي. ستيل الموضوع ممكن ما يكونش ستريت فورورد 100%، لان ستيل في حاجات مثلا بتيجي تكتبها في كومبوزيشنز اي بي اي، تلاقي ان هي الكومبوننت ده كان بيستخدم مثلا ميكسنز كنا بندبند عليها، او حاجات تانية كنا بندبند عليها، فبنضطر ان احنا يا اما ممكن تكتبه باوبشنز اي بي اي. وفيو برضو كانت عامله حاجه كويسه ان انت ممكن تبقى بتكتب كومبوزيشن اي بي اي واوبشنز اي بي اي في نفس الوقت، ان انت ممكن تعمل جوه الاوبشنز اي بي اي سيت اب فانكشن، والسيت اب فانكشن بتريتيرن بس الستيت او الحاجه اللي انت عايز تكسبوزها من الكومبوزيشن اي بي اي، بس باقي الحاجات اوريدي مكتوبه بالاوبشنز اي بي اي. فهو ابتدى يبقى فيه كده باترنز غريبه، بس هي مش بايدينا. يعني في حاجات هتلاقيها 100% مكتوبه كومبوزيشن اي بي اي، في حاجات هي 100% اوبشنز اي بي اي، في حاجات هي موجود فيها الاثنين، في حاجات برضو اللي هو مثلا ستيل الحاجات اللي هي كانت ميكسنز. طيب هي الميكسنز دي لو كانت مثلا ستيت بسيطه، او هي ميثود بيور فانكشن مثلا او حاجه بنستخدمها، فاحنا بنحاول نفصلها برضو الكومبوزبلز عشان تبقى خلاص هي دي كومبوزبل نعرف نستخدمها، سواء بقى مع كومبوزيشن اي بي اي او مع اوبشنز اي بي اي او اي حاجه. بس يعني هو ده اللي حاصل. يعني هو باترنز غريبه بنحاول نمايجريت سيكونشالي واحده واحده، الدنيا بتبقى بتجيت مايجريتد، وبنحاول برضو نفصل بقى لو في اي حاجه بتديبند على رياكتيفيتي او حاجه ليها علاقه بالستور او كده. دي من اهم مميزات الاوبشنز الكومبوزيشن اي بي اي بصراحه بالنسبه لي. فكره ان زي ما احنا كنا لسه بنقول ان الرياكتيفيتي ما بقتش مربوطه بكومبوننت، لا هو انا اقدر يبقى عندي رياكتيفيتي في اي حته. انا بكتب ريف خلاص، انا الفاريبل ده بقى عندي خلاص هو دايما رياكتيف. فابتدينا واحده واحده برضو بنفصل لو في حاجه ستيت بسيطه احنا بنفصلها في كومبوزبلز، والكومبوزبلز بنستخدمهم في الكومبوننتس. فهي ongoing process بنحاول نصلح فيها، بنحاول نمايجريت الحاجات القديمه لكومبوزيشن اي بي اي لو في وقت، واي حاجه جديده كده بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نبقى بنكتبها 100% كومبوزيشن اي بي اي. إمم. يعني بس مشابه جدًا لل
نفس الزهدي عندهم يعني دي نتيجة إحنا ناس كان بالظبط. عندنا كود Vue 2 ومايجريتنا لVue 3 وفي نفس الوقت برضه ده ابروتش صح انكم اخدتوا خطوة مايجريشن دي حاجة مهمة يعني وفي نفس الوقت مش اوبشن. لأن مفيش اوبشن بالظبط مفيش بالظبط. اوبشن في قلشة حلوة هنا مفيش اوبشن مع الاوبشنز بس يعني ما علينا يعني الكومبوزيشن اي بي اي بالنسبه لنا يعني مثلا في الرسائل احنا كنا محظوظين اولا ان انا يعني خلينا اجيب الموضوع بدري شويه. انا كنت لسه في روبستا ساعتها لما الكومبوزيشن اي بي اي مش هقول نزل بس الى حد ما كان سبيكت خلاص بقى معروف ايه اللي هينزل وخلاص اخدوا القرار ان هم هيدعموا الاثنين اوبشنز اي بي اي وكومبوزيشن اي بي اي لان هم لقوا طريقه ان الاوبشنز اي بي اي يتحول لكومبوزيشن اندر ذا هوك اندر ذا هود سوري والموضوع زي هوك ده تنفع برضه. يشتغل دي الشغل بس مش مجمع فال يعني فالحوار ده هم قالوا خلاص يعني احنا الاوبشنز البيضاء هيبقى لاير صغنن هننكلوده عشان الناس ما تزعلش لان كان في كتير زعلانين كتير قوي وجابوا ناس تزعل يعني موضوع الجيت هاب ار اف سي ايشيو بتاعت الموضوع ده كان عليها مش عارف يمكن فوق ال 2000 كومنت الموضوع كان سخيف يعني الجيت هاب مش حتى نفسه كان بيبريك لما تفتح الايشيو دي مش مصمم يهندل ديسكشنز بالحجم ده يعني ف ف يعني انا مبسوط ان هم كملوا في الموضوع ده ان هم خلوه كومباتبل لان ده كان هيخلي حاجه بص يعني ده كان ممكن يقتل فيو ده كان القرار ده كان ممكن دي يقتل حقيقة. فيو على اساس كل الناس مظبوط. فيتو مستحيل تمايجريت يعني انتوا كان هيبقى المايجريشن اصعب بكتير لدرجه انه كان ممكن يبقى مش ورث حتى يعني لا هو رغم انت انكم هتكسبوا كتير بس هتري رايت الابلكيشن كله تقريبا بالظبط مم. يعني مايجريت حاجه بس الريرايت حاجه تانية فاهم يعني ليفل تاني خالص من الوقت والمجهود وفي نفس الوقت مش بيقدم فاليو للبيزنس مش فاليو immediate صح يعني اليوزر مش فجأة هيحسوا بكل حاجة لا ده بعد كده ده هيبدأ يجيب نتائجه بعد كده مع الديفلوبرز يعني بس ساعتها كنا احنا عملنا كذا ابلكيشن اي كوميرس في فيو 2 في روبستا كنا عاملينها بنكست وساعتها انا قلت ماشي يعني ممكن نجرب نكست كان عمل زي كومبوزيشن اي بي اي بتاعته وهي امبلمنتيشن للكومبوزيشن اي بي اي بتاع فيو يعني الكومبوزيشن اي بي اي بتاع فيو كان موجود كلايبراري مع فيو 2 بشويه ليميتيشنز بس بتخليك الى حد ما تقدر تجرب الستايل ده فبدات استعملها هي وبتاعه نكست برضو وبدات اكتب ابلكيشن من الاول وجديد يعني كنا عندنا حظ ان احنا عايزين نعمل ابلكيشن اي كوميرس من الاول وجديد عشان خلاص نابلاي كل الباترنز الجديده نابلاي كل الليرنينجز بتاعتنا صح ف الى حد ما قلت خلاص اعمله كمان بكومبوزيشن اي بي اي وتايب سكريبت عشان الابلكيشن ما كانش بالتايب سكريبت لان يعني الاوبشنز اي مع تايب سكريبت ما كانش اظرف حاجه خالص يعني بسبب الزس ف يعني وحاجات تانية كتير لكن الاوبشن الكومبوزيشن اي بي اي انت بتتعامل مع فاليو انت بتتعامل مع جافا سكريبت تقريبا فالتايبس سهله جدا يعني مفيش حاجات فيو كتير قوي في القصه يعني داخله في القصه يعني ماشي عملت الابلكيشن كده وبدات احس بقى بالاي بي اي واجربه بايدي وقلت ماشي ده ممكن يعني جربت بيه حاجات بقى اللي هو ايه بس ريف الفانكشن هنيجي القصه دي بعدين بس يعني الريفس والحاجات دي بس يعني اللي هو لقيت ان انا فعلا بكمبوز الحاجه مع بعض وبدات افهم طب قبل كده ما كنتش فاهمه رغم انا كنت عارفه من بره لكن لما جربته وبدات استعمله بدات افهم هو فعلا المفروض بيحقق ايه فاست فورورد بقى لما دخلت رسائل احنا بدانا من الصفر مع فيو 3 فانا كان عندي الرفاهيه ان انا اقول هنبدا كومبوزيشن اي بي اي والموضوع عندنا حتى وصل لدرجه ان انا في زي كومبايليشن فلاج انت ممكن تانيبله في البيلد تول بتاعتك سواء ويب باك او فيت تخليك تقول لي فيو انا مش عايز الاوبشنز فبيشيلوا من البندل واصلا ما حدش يعرف يستعمله فانا مفعله باي ديفولت عشان ارخم على الناس يعني ان مفيش حد هيستعمل اوبشنز يا جماعه كله هيستعمل كومبوزيشن بس هي اجريسيف قوي بس انا شايف ان زي ما يعني زهدي بيقول ان احنا هو بيتيح لنا فلكسبيليتي كتيره فانا مش عايز يبقى عندي كود هايبريد ما بين اوبشنز و يعني وكومبوزيشن يبقى ساعتها الكود ريفيوز هتبقى اصعب صح كل حاجه هتبقى اصعب يعني دلوقتي لو جالي كود اوبشنز هل انا المفروض اقبله في البي ار ولا لا انا سايبه صح طب قلت خلاص هشيله انا مش عايز افكر في الموضوع ده يعني بس فده اللي وصل يعني في الرسائل كلنا شغالين كومبوزيشن باي بالكامل يعني وانا شايف انه
يعني انا شايف ان ما ينفعش دلوقتي تستعمل فيو من غير ما تستعمل كومبوزيشن اي بي اي. انا شايف لو انت دخلت على التوتوريال ولقيته بيعلمك الاوبشنز اي بي اي بامانه فكك منه، شوف لك توتوريال تاني، لان مش worth it، او الموضوع مش صعب قوي، مش الليرنينج كيرف مش ستيب قوي، هو حاجه مختلفه، هو ستايل مختلف تماما. ولا هو اصعب ولا هو بالضروره اسهل، بالعكس ممكن يبقى اسهل لانه الاديتور هيفهمه احسن، في اس كود هيفهمه احسن، لو بتستعمل اي اديتور تاني هيفهمه احسن لانها جافا سكريبت. مش اللي هي ترانسفورميشنز اللي بتحصل على الفيو اوبجكت، عشان يعني مثلا لما انت كنت في ميثود في فيو بتقول this دوت وبتريفرنس حاجه في الداتا، طيب مش طب انت الزيس دي المفروض لو بنتكلم جافا سكريبت صح بتريفرنس الاوبجكت بتاع الميثودز، مش بتريفرنس الفيو انستنس نفسها، واكيد مش بتريفرنس الداتا اللي جواها. ف يعني دي كانت ماجيك ريفليكشن بيحصل كتير فيو بيعمله عشان يخلي الزيس دي تشتغل، وعشان يخليها تشتغل تايب سكريبت كمان كانت اصعب بكتير كمان. بس يعني فدي كانت حاجه من الحاجات اللي كانت مخليه التايب سكريبت سيئه جدا مع الاوبشنز بقى، لكن الموضوع اتغير خالص هنا. فتعالوا نتكلم مثلا، نبدا نتكلم على الحاجات المختلفه عندنا في الكومبوزيشن يبقى. ممكن نبدا بالستيت. يعني دلوقتي انا عندي ستيت، اديفاين ستيت زي في الكومبوزيشن يبقى، وممكن ناصر ياخدنا هنا. تمام. طيب defining الستيت عامة في الكومبوزيشن اي بي اي، هو اول حاجة يعني ان زي ما احنا كنا بنقول ان هو خلاص هي الستيت ما بقتش يعني هي حاجة للكومبوننتس بس، هي الستيت دي بقت حاجة لوحدها ممكن اقدر استخدمها في اي مكان، اقدر اديفاين ستيت واستخدمها في اي مكان وهتبقى رياكتيف. فانا ما بقاش عندي مش عارف اقول ايه ان هم لازم يبقوا مع بعض. تمام. defining الستيت في composition API انا عندي ممكن ابقى بستخدم ريف او ان انا بستخدم reactive عامه. تمام. فرق ما بينهم ايه؟ هما الاي بي اي بسيط قوي، ان انا بستخدم ريف واديها primitive value سواء بقى boolean او string او number الكلام ده كله، وهو بيريترن لي reactive primitive او ريف بمعنى صح، ان هي خلاص انا عملت كاونت مثلا ايكوال ريف زيرو، فالكاونت ده هقدر استخدمه سواء في التمبلت او في اي حته تانية في السكريبت، وده هيبقى دايما رياكتيف معايا. في الاي بي اي بتاعهم هم عاملين يعني في شويه ليميتيشنز اتكلمنا عنها في الحلقه بتاعت الرياكتيفيتي، ان ده ليميتيشنز في الجافا سكريبت نفسها، فانت ما ينفعش تستخدم كاونت دايركتلي في الجافا سكريبت، انت محتاج تستخدم دايما لما تيجي تريفرنس كاونت تستخدم كاونت دوت فاليو. فعلشان زي ما اتكلمنا ان هو اندر ذا هود هو اوريدي بروكسي، فبروكسي بيبقى لازم يبقى فيه اوبجكت علشان تاكسس يعني بروبرتي معينه، فعشان كده بنأكسسه بكاونت دوت فاليو. تاني حاجه عندنا اللي هي الرياكتيف دي بقى حاجه يعني يعني مش بتاخد مش بتاكسبت البريمتيفز بس، هي دي بتاكسبت مينلي اوبجكتس، فهي برضو بتعمل نفس اللي بتعمله ريف بس على الاوبجكتس. فانا ممكن ابصلها مثلا يوزر اوبجكت، فاليوزر اوبجكت ده خلاص انا بقى اي بروبرتي عندي جوه اليوزر اوبجكت دي هي رياكتيف واقدر استخدمها دايركتلي، وبما ان هي باي ديفينيشن هي اوبجكت، فانا مش محتاج بقى اعمل الشقلبه بتاعت ان انا استخدم دوت فاليو، لان انا مشكلتي في الاول ان البريمتيف فاليو هي مش اوبجكت، فكنت لازم اخليها دوت فاليو. لكن هنا انا ده اوبجكت دايركتلي، فاقدر استخدم مثلا يوزر دوت نيم او يوزر دوت ايج او اي حاجه دايركتلي، وهي دي هتشتغل دايركتلي بالبروكسيز. فالموضوع ممكن يبقى بالنسبه للناس كونفيوزنج شويه، وامتى استخدم ده او امتى استخدم ده، وان الاوبشنز اي بي اي كانت الدنيا ابسط، بس هو فعلا ان اكشن يعني الموضوع بسيط جدا، ان انا استخدم مثلا الجافا سكريبت سيمانتكس عادي جدا، ان انا اكتب ليت كاونت مثلا ايكوال ريف زيرو، اسهل بكتير من ان انا اعمل داتا ميثود بتريتيرن اوبجكت، الاوبجكت ده جواه كاونت فيه بزيرو. فاهم قصدي؟ فاللي هو يعني انا كنت بكتب كود كتير قوي عشان احقق نفس الحاجه، وانا دلوقتي بكتب يعني هو فعلا جافا سكريبت سيمانتكس. فحاسس الموضوع ستريت فورورد. والموضوع انا بالنسبه لي اول ما شفت الكومبوزيشن اي بي اي في الاول كنت حاسس ان هو يعني هو ليه وان هو اوريدي الحاجه منظمه عندي، بس وانس اني ابتديت استخدمه حسيت ان هو لا، هو انا كده بكتب كود مور انتويتيف. يعني هو انا بكتب جافا سكريبت كود الدنيا انتويتيف اكتر بكتير. انا لو عندي مثلا اري والاري دي بعمل عليها ترانسفورميشنز مثلا تبقى كومبيوتد بطريقه ما، فانا بكتب الاري وتحتيها الكومبيوتد بروبرتي بتاعتها على طول، الحاجه كومبايند مع بعض، فالموضوع ابسط بكتير. فمينلي ده اوفر فيو عن مانجنج الستيت في كومبوزيشن اي بي اي.
أنا شايف يعني يمكن أكبر win هنا إن أنا لمّا آجي أdefine state بالref أو بالreactive، أنا ممكن أفتح فايل TypeScript والّا JavaScript وأحذف فيهم الrefs وأكسبورتهم بالظبط وإمبورتهم بقى في كل الcomponents اللي أنا عملتهم. هي دي لوحدها يمكن eliminated 90% من إن أنت مش محتاج store. وإحنا اتكلمنا في حقيقي الstate management وفي الactivity اللي هو خلاص أنا عايز shared state أهي. لكن store بقى دي قصة مختلفة، use case مختلفة، اللي هو أنت عايز تmanage access للstate. دي قصة بعيدة شوية عن إن أنت تmanage إنك share state دي بقت حقيقة سهلة يعني. ف يعني أنا عايز آخد برضه رأي زهدي هنا في الstate هنا. هل يعني بتستعمل ref وأكيد بتستعمل ref وأكيد بتستعمل reactive، بس في الحتت اللي عندك اللي فيها composition API هل في حاجات تانية بتستعملها والّا يعني وإمتى بتستعمل ref وإمتى بتستعمل reactive؟ لأن على ما أعتقد أنت يعني معظم الوقت ينفع تستعمل الاتنين interchangeably، يعني ممكن تستعمل الref وتحط فيه object أو array، والتانية العكس. بس لو عايز primitive لازم ref، ما ينفعش reactive مع primitive. بالظبط. مظبوط. أنا مش أنا ما جاوبتش أنا على السؤال على نفسي، بس يعني أنت بالنسبة لك بتستعمل دي إمتى وبتستعمل دي إمتى؟ يعني إيه حكايتك مع الstate عمومًا؟ تمام. هو في الحالات بتاعتنا إحنا بنحاول يعني بوجه عام عندنا يعني دي حاجة تخصنا إحنا، عشان برضه الناس بتسمع مش بيريكومند إنك تعمل حاجة معينة، بس إحنا عندنا بنحاول بقدر المستطاع ما يكونش عندنا objects كتير كstate في الكومبوننت. بنحاول دايما يكون في primitive values true false boolean قصدي، او string او numbers او اشكال زي كده. لو عندنا complex state بنرميها في الستور ونجيب بس اللي احنا عايزينه بقدر المستطاع. اكيد في حالات معينه نحتاج فيها array او object. فبالتالي بناء على ده فاحنا اغلب استخدامنا بيكون للريف. إيه سبب حاجة وانا زي كده؟ سبب ان احنا بنعمل كده آه. علشان يعني نتجنب الاوفر هيد بتاع الاكتيفيتي والابديت. بغض النظر إن دي نقطه بقى كنت عايز اضيفها يعني على كلام ناصر، ان فكره ان الريف بيستخدم بروكسز ان من جوه يعني واحنا بقينا عشان ناكسس الفاليو بنقول الاسم الريف اللي احنا سميناها يعني هنفترض سميناها يوزر دوت فاليو عشان نقدر ناكسس الفاليو بتاعه اليوزر مش دايركتلي. هي بتساعد كتير في ان فيو يعرف التشينج فين هيريندر فين طب هيرياكتيف ازاي. يعني التفاصيل كلها احنا اتكلمنا فيها قبل كده في حلقه الرياكتيفيتي والريندرنج كنا جبنا سيره الموضوع ده. آم، ف ف فده يعني ده هيكون افضل مع الرياكتيفيتي يعني تشتغل بشكل افضل. بس رياكتيف انا بنستعملها قليل قوي. انت كنت سالتني سؤال ولا هي بنستعمل كده هو انا جاوبت على السؤال ده صح. معلش سرحت في الكلام. ماشي. بالنسبه للرياكتيف بنستعملها لكن يعني ما انا بفكر دلوقتي نادرا يعني تقريبا ما فيش غير موقف او موقفين بس. زي ما قلت عبد الرحمن هو بنستعملها اكتر او عبد الرحمن ناصر قالوا بنستعملها اكتر مع الاوبجكتس والاريز. بالرغم ان الريف ممكن نستعمل فيها اوبجكت واري برضو. آم، بس انا بصراحه مش شايف يوز كيس واضحه وصريحه تخليني احط اوبجكت او اري في ريف، برغم انه عادي ينفع. بس انا ما عنديش اجابه واضحه لنقطه زي دي. هو أنا يعني في كذا case كده كنت اتعاملت معاهم ووصلوني زي conclusion معين كده. مش عارف بقى الناس بتطبقه ولا لا، بس في ناس كتير في الكوميونتي بتمرر الكلام ده، وفي ناس ضده كالعاده يعني. اللي انا يعني شايف ان انا بستعمل ريف على طول، ما بستعملش رياكتيف خالص الا في كيس يعني الاسباب غير الاسباب اللي يعني قلناها خلاص بسبب بيهيفير معين فيها. السبب الرئيسي عندي في الريف ان انا مثلا لو عندك، نفترض ان عندك اري اوف مش عارف يوزرز صح، وعايز انت ان انت array of users وانت عايز تمام، وانت عايز ان انت
يعني تكلير الاري مثلا، عايز تفضيه كله، عندك اري فيه 10 ايتمز، طب انت عايز تفضيه في كذا طريقه انك تعمل كده، صح؟ ممكن يعني اللي انت هتحاول تعمله انك اوكي هنخليه اري فاضي، بس مع رياكتيف مش هينفع، لان مش هتنفع. انت بتقول كونست كذا بيساوي رياكتيف، فرياكتيف مش بتعمل اللي هي الاكسسور بتاع الدوت فاليو دي، فبسبب ان ما بتعملوش انت ما بتقدرش توفررايته، فبالتالي انت خلاص انت استك مع الاري ده سبلايسه 10 مرات بقى لو عندك 10 ايتمز. دي تقريبا الطريقه الوحيده. مش عارف لو انت ستيت اللينث بتاعه بزيرو هتشتغل ولا لا، مش متاكد، لان دي مفروض هتبقى مفروض بس دي بتشتغل في الجافا سكريبت عاديه، مش عارف بقى فيو بالظبط. هيظبطها ولا لا، لان دي هاك في حد ذاتها يعني. هو انا ما جربتش صراحه النقطه دي. هي هاكة قديمة قوي، بس يعني مش عارف، مش منطقية يعني. ممكن تكون فيو بيهندلها، بس هتبقى انترستنج يعني. فعشان كده بستعمل الريف. يعني انا لو عايز اوفر رايد الفاليو كلها اقدر اوفر رايد الفاليو كلها مع الريفس، انا مش محتاج بدل ما ابقى استك مع الرياكتيف. فكان في زي مشكلة عندنا في رسائل بتحصل حصلت بسبب رياكتيف تحديدا يعني، وانا نزلت عليها فيديو على تويتر وزي فزورة قبل رمضان. مين يقدر يجيب المشكلة حرفيا 4 سطور. كان عندنا يعني انا ممكن اسيب لها لينك او لا لو افتكرت يعني، بس يعني في زي انت بديفاين ستيت بكونست، يعني بقول كونست كذا بتساوي رياكتيف، بستعمل رياكتيف عشان ديفاين الستيت دي، مش مهم الستيت ايه، اي حاجه مش مهم، اري فاضي اوبجكت فاضي مش مهم. بعد كده بعمل كومبوننت بتعمل في موديل على الرياكتيف ده، يعني هي المفروض بتاديت فيه. ايوه عرفت اوكي، البج. فهي كانت بتكراش في البرودكشن. لوكالي كانت شغاله، ده المبهر ان كانت لوكالي شغاله، في البرودكشن كانت بتكراش. انا لسه ما عنديش اجابه صريحه ليه هي اشتغلت اصلا لوكالي، بالنسبه لي المفروض تكراش على طول، بس لسه ما عرفتش لغايه دلوقتي يعني السبب. بتهيألي بسبب حاجه في الديف غير البرودكشن، اكيد في الكومبايليشن او حاجه زي كده يعني، في الترانسبايلنج. بس ممكن عشان ايس بيلد بيعمل حاجه مختلفه عن رول اب مثلا في البيلد بتاع فيت، بس ما علينا يعني. بس السبب هنا كان يعني يعني اللي انا اللي انبهرت بيه اكتر، انا كنت عايز اشوف قد ايه من الناس عارفين المشكله دي او ظهرت معاهم ولا لا. فتقريبا واحد بس، واحد من يعني من الفيو في الكوميونتي، الانفلونسرز بتوع الكوميونتي، هو بص يعني قالها على طول ومباشره وصريحه. الناس التانية قاعده بقى، وناس كبيره قاعده تلف وتدور عليها، ما جابوهاش صح. قاعدين يتكلموا انت بتست ستيت اميوتابل ومش عارف ايه، انت بتعمل شالو كلون. لا دي مش الايشو، انت لو رميته الاكزامبل اصلا هتلاقوه بيكراش. فاللي هو يعني الفيو بلاي جراوند كان بيكراش هو كمان. وانا كنت افتكرته بج في الاول اول ما واجهت المشكله دي، بس المشكله طلعت ان حاجه فاندمنتال في الجافا سكريبت، ان انت عندك، احنا عندنا الفي موديل في فيو. لما يبقى عندك في موديل هو بيتفك، صح؟ بيتفك الحاجتين، بيتفك بايندنج الفاليو او موديل فاليو بروبرتي، وبيتفك اون ابديت موديل فاليو ايفنت. فبيتفك الفكتين دول. طب في فكه الموديل بايندنج ما فيهاش مشكله، انا بقول له الفاليو هي كذا، ماشي قشطه. طيب فكت بقى الموديل الايفنت بايندنج ده، ايه الايفنت شكله بيبقى عامل ازاي؟ بيبقى ري اساينمنت، صح؟ بيبقى الموديل بتاعك بيساوي الايفنت او الفاليو اللي جاي من الايفنت، صح؟ طب ما انت بديفاين الرياكتيف بكونست، صح؟ ايوه ما ينفعش تعملها ري اساينمنت فهتكراش. فدي كانت يعني حاجه مستخبيه خالص، اللي هي انت عارف انا كان عندي ايه، لسه في اسباب تخليني استعمل رياكتيف، لكن اول ما شفت دي قلت لا مش هستعمل رياكتيف تاني. يعني البج ده يعني صعب جدا حد يشوفه. انا صلحته وانا مش عارف ان ده كان السبب اصلا. ما فيش بقى غير بعد كده ما قعدت مع نفسي واجرب في بلاي جراوند صغير لما لقيت المشكله فعلا فين. يعني انا في المشكله قلت انا شايف الكود ده طبيعي كله، فقلت يمكن مشكله في رياكتيف، رحت حاطط ريف مكانها وخلاص، الكود مش هيقرر اوت، كل حاجه زي ما هي. فلقيتها اشتغلت، فقلت في حاجه مش يعني، في حاجه هنا محتاجه انفستيجيشن. او فكانت دي محتاج اراجع حاجه اللي نفسي. هي دي من البجات. انت عارف في بج بتتبسط لما تلاقيه، ده واحد منهم، رغم ان هو كان بيكراش في البرودكشن وناس كتير زعلت، بس يعني اللي هو انا اتبسطت جدا منه يعني. فيعني البج زي دي لما بتحصل بتديني فهم اكتر عن اللي بيحصل اندر ذا هود، فاللي هو ماشي
حلو قوي. يعني انا دلوقتي يبقى عندي سبب كمان اقدر اقوله في حلقه زي دي او في اماكن تانية ليه ما تستعملش رياكتيف. ف اللي انا انبهرت بيه ان ما حدش كتير اتخبط فيها، لان هي برضه نادره قوي تتخبط فيها، وهتتخبط بيها في كيسز معينه. انت عارف لو الترانسبايلر بتاعك بيحول الكونست لفار او ليت حتى هتشتغل. ده بس ممكن في سبب يخليها ما تشتغلش، ان هو كده بيقرا الساين رياكتيف اوبجكت، فانت كده الرياكتيفيتي راحت، هيجي لك بج تاني خالص ان الرياكتيفيتي ما عادش شغاله. بس ايوه يعني الموضوع انترستنج قوي يعني. فعشان كده اللي هي حوار الريفس والفاليوز احسن بكتير كسيترز وجيترز والجو ده، فهم سيفر 100 مره من الرياكتيف. انا لسه بستعمل رياكتيف برضو، بس البيهيفير غريب شويه، اللي هو الرياكتيف لو انت حطيت جواها ريف فهي بتانراب اوتوماتيكلي. دي حاجه كده يعني اللي هم بتوع اللايبريز بيستعملوها، والناس بتستعملها في حالات نادره يعني. بس انا بستعمل الحركه دي تحديدا لو انا عندي اري وعندي جواه زي فلاجز بوليانز بيزد على كومبوزابلز بيرجعوا بوليانز، فانا قلت ايه بدل ما يرجعوا ريف واقعد اقول دوت فاليو والاري يبقى فيه دوت فاليو ومش عارف ايه، هي تنراب الكلام ده كله وتنظف لي القصه دي كلها. فيعني ده متهيألي ده كده الستيت ما فيها شويه حاجات طبعا على الجنب، بس لو قعدنا نتكلم فيهم هنخش في 3 ساعات يمكن يعني في شالو ريف مثلا بتستعملها لو انت مش لو انت خايف، زي ما زهدي كان بيقول ان في حوار الريكارسيف رياكتيفيتي، ان انت عندك اوبجكت كبير جوه نستد اوبجكت جوه نستد اوبجكت جوه نستد اوبجكت، فاللي بيحصل من الفيو بيخلي كله يعني بيراب كل دول في بروكسيز تشين كلها، ففي اوفر هيد صغير هنا يعني. ففي كيس زي دي انت ممكن تستعمل شالو ريف، بس في حاله ان انت تضامن ان انت مش بتغير حاجه نستد. لو انت هتغير الفاليو فانت هتغيرها من الدوت فاليو على طول، من اللي هو الستر، مش مش هتقول يوزر دوت نيم بيساوي كذا، لا انت هتقول يوزر دوت فاليو بيساوي كذا على طول، هتغيره كله. فيعني دي يوز كيس حلوه للشالو ريف. في بقى حاجات تانية زي الكمبيوتد، صح؟ يعني الناس احنا بنستعمل كمبيوتد عشان معظم الوقت عشان ننظف شكل داتا، نخلي حاجات نعرف نستعملها في تمبلت اسهل. بس فدي زي ما هي. الميزه ان هي كمان مكتوبه اكسبوز لينا ككول باك، انا كمبيوتر ببعت لها كول باك وهي بترجع لي الفاليو وخلاص. ف يعني زيها زي قبل كده يعني، بس الفرق بقت محموله، بقت بورتابل كده، نقدر نحركها معانا مع الستيت. عايز تديفاين ريف فايل مع نفسه وتعمل الكمبيوتر بتاعته وتعمل الفانكشنز بتاعتهم وجوده خلاص. وبس يعني انا شايف ده اللي ممكن نقوله في الستيت. في حاجات تانية في الستيت زي مثلا حاجه اسمها كاستم ريف، بس دي ادفانسد قوي، دي الناس اللي هي ايه، واحد بيبيلد حاجه كاستم قوي يعني، حاجه الريف ما فيش منه، مش موجود. يعني مثلا زي دي باونس ريف، انت عايز ريف ما بيرايتش الفاليو لنفسه الا كل مره كل 300 ملي سكند. ريف ما لما بيترايت لنفسه بيسينك مع اللوكال ستورج او بيسينك مع الاندكس الدي بي. وحتى في دول انت في الترناتيفز اسهل، يعني مش لازم تستعمل كاستم ريف، بس انت عندك التولز. ده الحلو في الستيت بتاعت الكومبوزيشن، يبقى انت عندك تولز انك تبيلد يورز من الجراوند اب، وفي نفس الوقت انت عندك بيلدينج بلوكس صغيره قوي وفي نفس الوقت قويه جدا انك تعمل بيها اي حاجه انت عايزها تقريبا. يعني كنا بنعملها قبل كده واكتر كمان. تعالوا نعدي الموضوع ده ونتكلم مثلا، ممكن زهدي يكلمنا عن اللايف سايكل هوكس، شكلها بقى عامل زي الكومبوزيشن اي بي اي، ويعني ايه الاختلافات مثلا ممكن واحد ياخد باله منها. تمام. اللايف سايكل هوكس يعني تقريبا يعني معظمها هي مش كلها، بس في شوية حاجات اتغيرت. بس خلينا نتكلم في الحاجات المعروفة. يعني احنا كان عندنا ماونتد و بيفور ماونت على ما اتذكر. دلوقتي بقى عندنا اون ماونتد، يعني بدل ماونتد بقت اون ماونتد، وكرييتد بقت اون كرييتد، ويعني اي حاجه احط قبلها اون هتشتغل. واكسبوز برضه ليك ك ك ك ك كفانكشن لوحدها، او كشيء منفصل كده تحطه وتدي له الكول باك بتاعه اللي هيشتغل بعديها. اشتغل لما يحصل اللايف سايكل هوك ده. وبرضه البيفور ماونت وبيفور كرييتد وبيفور والكلام ده كله بقى قبليه اون بيفور ماونتد، اون بيفور ابديت او كل الحاجات اللي عندنا. بس الدستروي على ما اتذكر، اذا ما كانش عندي ذاكره، بيفور دستروي او اون دستروي، او كان عندنا اسمها دسترويد.
بقت اسمها unmounted، و before destroyed بفئة اسمها before unmounted. دي اللي changes أو ممكن نسميها breaking changes يعني حصلت. في شوية حاجات زادت بس مش على بالي دلوقتي، بس هو ده التشينج الأساسي اللي حصل في اللايف سايكل اوك. mounted unmounted before mount on before mount، وبنفس السياق كده بقى كل اللايف سايكل هوكس، ما عدا زي ما وضحت ال destroyed بقت unmounted، و before destroy before unmount. بس مش عارف تقريبا مفيش حاجة واضحة تتقال في اللايف سايكل هوكس، لأن هي نفس الشغلانة ما اتغيرتش، هو بس المسميات اللي اتغيرت. بس هي ستريت فورورد أوي يعني، اه مش زي الستيت. طبعا الستيت كان عندها كلام كتير لأن الاستيت كان دي فيها أهم حاجات حتة، مختلفة. وفي نفس الوقت فيها حاجات مختلفة كتير. لكن اللايف سايكل هوكس زي ما انت قلت كده هم دول بس. انت يعني في حاجات تانية زي اون اكتيفيتد دي اكتيفيتد، بس محدش اه بيستعملهم قوي، اللي هو بيتعامل مع اللي هو الكيب الايف دايركتيف او حاجه زي كده من مظبوط. ايام في 2. بس ما عدتش بشوف حد بيستعمله يعني. انا حتى في فاليديت ما عدتش بهندله لان ما عادش مش مفيد قوي يعني. هو صحيح. مفيد في التاب كومبوننتس والحاجات زي كده، بس برضه مش قوي. ف يعني فيو 3 بقى سريع كفايه ان انا ممكن ان ماونت الكومبوننت بدل ما اخليها كيبل لايف وخلاص. يعني ايه المشكله؟ مش هاجر حاجه، هو سريع كفايه انه يرندر الكلام ده. يعني مهم. ده تيستمنت لقد ايه فيو سريع يعني. بس حاجه يعني مثلا ال- اللي عاجبني كمان في اللايف سايكل هوكس ان هي الستايل بتاعها بقى اللي هي كول باك. فانت ممكن تقول اون ماونتد وتبعت له الفيتش فانكشن بتاعتك، فتقول كده فيتش اون ماونت. ده بقى الكومبوزيشن بتاع الفانكشنال بروجرامنج. انت موضوع ظريف جدا. ويمكن الاحسن من كل ده كمان ان انت في الكومبوزابل فانكشن بتاعتك، لو قلنا يوز كاونت مثلا اللي احنا قاعدين نقول عليها كاكزامبل بالاول، ممكن احط فيها اون ماونتد وامبورتها من فيو وهتشتغل في الكومبوننت اللي هتستعملها. فهي كمان اللايف سايكلز مش زي الستيت بالظبط، بقت ديتاشد من الكومبوننت. ممكن اكلها في اي فانكشن تعجبني، ولو عندي 20 كومبوزبل وكلهم بيكولوا اون ماونتد جواهم، كلهم هيرنوا ان اوردر يعني. فالحوار ده انا شايفه يعني بيبسط حاجات جامده قوي. يعني تخيل انت عندك كومبوزبل بياتاش ايفنتس على اليمنت، واون بيفور ان ماونت بيشيل الايفنتس على اليمنت. عندك كومبوزبل تاني بيضيف ايفنتس تانية وبيعمل السيت اب بتاعه هو كمان. وكل دول بقى بيشتغلوا مع بعض يعني تناغم. يعني فكره ان انت ما عادش مربوط بكومبوننت دي قويه جدا. يعني وفيها ميزه كمان ان حتى لو ما فيش فيو كومبوننت ما فيش حاجه هتحصل، مش هترن. فهي ممكن تكراش في سام كيسز، بس هتلاقيها بتديك وورنينج بس في الديف، هيقول لك ما فيش فيو كومبوننت فانا مش هرن. انا مش ما فيش حاجه تتماونت عشان ارن لك الكود ده. فده معناه غالبا انك غلطت يعني. كومن يعني دي غلطات بشوفها كتير، ناس بتستعمل ماونتد جوه فانكشن، او بتستعمل حاجه في اللايف سايكل جوه فانكشن او جوه كومبيوتد، حاجه المفروض ما رنتش في السيت اب بتاع الكومبوننت. وهنا ممكن ناصر يقول لنا اكتر عن السكوب بتاع الكومبوزيشن بيحصل فين، لان في تشينج حصل كبير في الكومبوزيشن. اول ما نزل كان في سيت اب فانكشن، صح؟ كان في حاجه اسمها السيت اب فانكشن موجوده كده، وكان لازم هي دي اللي نكتبها ونحط فيها السيت اب كود بتاعنا. وكان كومبوننت لسه شبه الاوبشنز، بس الفرق ان احنا بقينا بنعبي الكومبوزيشن كله في السيت اب فانكشن. دي اللي كانت اغرب حته. بس بعد كده عملوا تغيير جامد، ان هم قالوا لك احنا هنعمل السكريبت تاج بتاع فيو يبقى فيه اتريبيوت اسمها سيت اب، ودي تخليك كانك بتكتب دايركتلي في السكوب بتاع السيت اب فانكشن. ف عايزك تكلم يعني الحته دي كومبليكيتد شويه، بس عايزك مثلا تحاول تكلمني عن ايه السيت اب سكوب ده، ايه السكريبت سيت اب ده اصلا، وايه السيت اب سكوب، ويعني ايه حاجه لازم ترن في السيت اب سكوب. يعني حاجات زي مثلا انجكت وبروفايد، انا عارف دول ممكن تعمل لهم حاله لوحدهم، بس يعني انجكت وبروفايد ليه هيكراشوا لو هم ما رنوش في يعني في السيت اب سكوب او في السيت اب اكسكيوشن سكوب. ف يعني هي حاجه رخمه وبتعض الناس كلها. اي حد لسه بادئ كومبوزيشن يبقى هيتعض في دي. فكلمنا افكارك عن النقطه دي. طيب تمام. هو عامة زي ما احنا كنا بنقول، هو السيت اب ميثود عامة هي ايه؟ هي اول ما طلعت كانت بس هي طريقة ما ان احنا نبقى بننجكت زي الكومبوزيشن اي بي اي جوه الاوبشنز اي بي اي بتاعنا. ان احنا هنكتب
كل يعني في زي سيت اب هوك، هي السيت اب هوك دي هي اللي بتهندل السيت اب عامه بتاع الكومبوننت ده. الحاجات دي كلها بتحصل في الاول، وبعد كده باقي يعني سواء بقى الميثودز او الكمبيوتر بروبرتيز او الستيتس بتاعت الكومبوننت هي بترن زي ما هي. نفس الكلام بقى لما الموضوع لو انت بتكتب كله كومبوزيشن اي بي اي، فهيبقى هو سكريبت سيت اب، والسكريبت سيت اب ده هو السيت اب بلوك بتاعك او السكريبت بلوك بتاعك، هو ده فيه السيت اب بتاع الكومبوننت بتاعك كله. الحاجات دي كلها بترن. ولو عندك بعد كده يعني هوكس معينه، انت بقى محتاج في حاجه معينه انت محتاج ترنها وانس ان الكومبوننت ماونتد، مش يعني هو الكومبوننت خلاص هو اوريدي كرييتد واوريدي ماونتد للدوم، فاحنا محتاجين نرن الحاجه دي لما يماونت، مش في السيت اب بتاع الكومبوننت نفسه. ساعتها هنبقى بنستخدم الهوكس نفسها. انا بصراحه ما عنديش معلومه قوي هو ليه البروفايد انجكت انا لازم استخدمها في السيت اب، لان انا ما بستخدمش بصراحه البروفايد انجكت بالكثافه للدرجه. يعني انا يعني لا، انا ما كنتش بستخدمها من ايام فيو 2، لان زي ما كنت قلت قبل كده برضو ان في فيو 2 هي كانت بروفايد وانجكت كان فيها مشكله ان هي مش رياكتيف، فانا كنت بتجنب دايما بروفايد وانجكت. وغالبا لو في حاجه نستد كذا ليفل دي، فانا كنت غالبا بستخدمها في ستور بره. بس لكن انا فعلا ما عنديش حاجه اقولها قوي عن الجزء بتاع السيت اب نفسها. هو انت يعني ده حوار متفاهم جدا، لان م-م. الانجكت وبروفايد كانوا اصلا مش ريكومندد انك تستعملهم في في 2. بالظبط. كان م. الدوكيومنتيشن بيقول لك ابعد عنهم. دي حقيقه. بص يعني هنا اللي هيخش لازم يبقى عارف هو بيعمل ايه، او انت عايزهم انت عايزهم هم، انت مش عايز تعمل بيهم حاجه، انت عايزهم هو، انت عايز البيهيفير بتاعهم عايز تحدد. الفاليو بس بتاعها، مش مهتم بعد كده ان انت وغيرت فيها، انت مش مهتم ان الحاجه دي تبروباجيت في اي حاجه بتستخدمها. ايوه، فكانت زي طريقه كوميونيكيشن ما بين حاجه مش بالضروره تبقى رياكتيف، ممكن تبقى رياكتيف ممكن لا، بس يعني مش بالضروره تكون رياكتيف. فاللي كانوا بيستعملوا اكتر حاجه اللايبراري اوثرز، فانا استعملتها في فاليديت مثلا، عشان اكيد. انا عايز الفورم يكلم الفاليديتور ويبصوا حاجات لبعض. كانت شغاله كده يعني بالبروفايد وانجكت، وكل لايبريز كانت بتستعمل بروفايد وانجكت اندر ذا هود يعني. بس كان في مشاكل كتير ان هو اولا مش تايبد، مستحيل تخليه تايبد، فدي كانت مصيبه رقم واحد، ان الكود بتاعك انسيف مش خالص طايق. انك تستعمل تو. في نفس الوقت بيصعبوا التستنج قوي، مش هتعرف تتست. يعني تخيل انك تستعمل كومبوننت عايزه تنجكت من مفروض بروفايدر فوقها، طب البروفايدر لو مش موجود هتكراش، خلاص الكومبوننت هتكراش. فدلوقتي كان عندك زي بروبس بتبصيها من تحت الترابيزه محدش واخد باله منها، ولو ما اتبصيتش تفرقع على الناحيه الثانيه. فاللي هو دي عشان حقيقه. كده كان مش ريكومندد خالص. بس وزي ما انت قلت لو انت بصيت فيها حاجه رياكتيف بتلوز الرياكتيفيتي، فانت كان لازم تشقلب كده، انك يا اما تنستها جوه اوبجكتس، يا اما تباس جيتر يرجع رياكتيف فاليو، وهتفضل رياكتيف بس طول ما انت محافظ على ما ان عملتش انت ديستراكت بتستخدمها عن لاي طريق حاجه. جيتر، بالظبط عن طريق جيتر كل مره اه بيكمبيوتها. بالظبط. فيعني دي ميزه ان عندنا اصلا ران تايم رياكتيفيتي، ان ينفع تهاك وينفع تشغل الحاجات دي كده، لان انت عارف هي شغاله ازاي. بس في نفس الوقت لو هو كان كومبايلر بيز زي سبيل كانتش هتشتغل، الدنيا تاهت، انا ما عدتش عارف دي راحت فين. بس يعني خلينا نرجع لموضوعنا. الحته اللي كنت بقول لك عليها، ليه بروفايد وانجكت ما بيشتغلوش بره سكوب السيت اب اصلا. يعني انت ما قلت سكوب السيت اب هو فين اصلا، هي اي حاجه بترن جوه سكريبت سيت اب، صح؟ اي حاجه في بالظبط. التوب ليفل بتاع سكريبت سيت اب. معنى كده يعني في ناس تقول يعني لو انا عملت اف جواها، لا ده لسه بيرن في السكوب بتاع السيت اب. احنا بنتكلم على فانكشن سكوب او مش عارف جافا سكريبت ليكسيكال سكوب عموما، يعني اللي هو الاكسكيوشن المين ثريد بيرن فين دلوقتي. فهو لازم يرن في الفانكشنين دول بالذات مع اللايف سايكل هوكس اللي هي اون ماونتد. كنا لسه بنقول يعني اون ماونتد لازم ترن في السيت اب، يا اما ما فيش كومبوننت انستنس تسيت اب عليها بالظبط. يعني، لانها لازم ترن جوه السيت اب سكوب. دول نفس السبب، بس الفكره في يعني بروفايد وانجكت ليه بيكراشوا تحديدا. يعني ان انجكت مش بتكراش، انجكت بتقول لك او انا ما لقيتش الفاليو بتاعتك، بس في الران تايم هيكراش عشان بقت نل، صح؟ رجع لك بنل، فانت بالظبط. هتكراش عشان نل اكسس يعني. بس يعني الفكره الاساسيه هنا ان السيت اب سكوب بيبروفايد كومبوننت انستنس لكل دول. يعني الاون ماونتد طب انا بماونت انهي كومبوننت، فهي بتشوفها من السكريبت سيت اب كونتكست، فبتعرف ان هي دي الكومبوننت دي. طب لما بنلوز السكوب ده اللي ماذا بقى ترن الكود بتاعك في ايفنت هاندلر مثلا، لو انت حطيت اون ماونتد في ايفنت هاندلر،
هتكراش لان هي مش عارفه هي انهي كومبوننت محطوطه فيها دلوقتي. نفس بالظبط القصه مع انجكت وبروفايد، وده سبب سورسز كتيره من الباجز. الناس بتبقى مش فاهمه ان انت لما بتيجي تعمل كومبوزبل فانكشن ما ينفعش تستعملها جوه فانكشن تانية او جوه يعني مثلا لو قلنا انت جاي تستعمل جراف كيول مع فيو، وجيت مم. تستعمل ابولو فيو، وجيت امبورت حاجه زي يوز كويري، فانت تيجي تستعمل يوز كويري وتحطها جوه واتشر، تحطها جوه فانكشن اون كليك تقوم انت تحط يوز كويري وتخليها تكسكيوت. ده غلط، ومن اكثر الايشوز الكومن في الكومبوزيشن اي بي اي. بس ده عشان الناس مش فاهمه ان كومبوزبل فانكشن زي دي محتاجه تتحط في السيت اب سكوب. انت بتسيت اب الداتا بتاعتك، انت بتسيت اب الداتا فيتشنج بتاعك، كل ده شغال بالبروفايد وانجكت والحاجات دي. عشان كده هي مش بيشتغلوا يعني انا حاسس كان المفروض هنا يبقى في كود اكزامبلز كتير عشان نثبت الموضوع ده، بس موضوع سهل انها تجربه يعني. بالظبط. لا ممكن لا هو ناس يعني وانس ان تفكر فيها تحس ان هو الموضوع فعلا منطقي جدا. يعني هو انت عشان تبروفايد حاجه انت محتاج تبقى في السكوب بتاع الكومبوننت، لكن انت لما تعملها في كول باك او ان انت مش في السكوب اللي بره خلاص فهتبروفايد ايه بالظبط، بالظبط. فمنطقي. في حركه كمان في السيت اب ان هي ينفع تبقى السينك وينفع تعمل فيها اويت، فالسيت اب بتاعك ممكن يبقى مهم. السينك، فده بيجيب حاجه اسمها السسبنس، ده هنتكلم عليه في حلقه تانية خالص، عشان ده عايز يعني مذاكره كتير، يعني انا ما استعملتوش خالص. بس الفكره عموما ان انت عندك، تخيل ان احنا بنبيلد كومبوننتس ازاي. ان انت مثلا لو قلنا كومبوننت بتديسبلاي البرودكت بيج، فهي دلوقتي المفروض تفيتش البرودكت صح؟ طب انت بتعملها ازاي؟ هتطلع البرودكت بره الفيتشنج، هتطلعه بره الكومبوننت صح، وتقول اف احنا بنلود هتطلع لودر، اذروايز هتلود الكومبوننت اللي مم. بتديسبلايه صح. بنعمل كده في اف والس والجو ده وخلاص. لكن الحركه دي لما يبقى عندك اسync سيت اب انت ممكن تعمل ايه؟ يعني انت ممكن تحط كود الفيتشنج جوه الكومبوننت نفسها، فهي الكومبوننت تاخد برودكت اي دي وتقول اويت في تشيل البرودكت. طب ولو ما لقيناهوش تقدر تفور جوه الكومبوننت نفسها. بره كان الفور صعب. طب دلوقتي انا فيتشيت، طب بس هستنى الريزلت في الاون ماونتد، مم. ولما الريزلت يجي اشوف في برودكت ولا لو مفيش برودكت هفور. لكن هناك ممكن افور يعني في الاوتر سكوب بتاع السيت اب سكريبت بتاعي. ف يعني دي من ميزات يعني السكريبت سيت اب والحاجات يعني كسنتكس انا شايفها من افضل ديفلوبر اكسبيرينس اللي اتضافت مؤخرا، يعني من الحاجات أنا مش عارف ضافوها في 3.2 اعتقد ولا قبل كده كمان، مش عارف 3.1 هي ما كانتش موجوده في 3.0، لان احنا لسه عندي كومبوننتس في الرسائل لسه شغاله بالسيت اب فانكشن والباقي مايجريتد للسكريبت سيت اب يعني، فالموضوع ما كانش موجود من البدايه يعني. بس هي دي اكس من افضل دي اكس اللي انا اتعاملت معاها خالص، وبتقلل كود فيربوسيتي جامد جدا وبس. بس عايزه شويه حذر يعني انت تاخد بالك مع وبرضه انت مش هتروح البروفايدر انجكت برجليك، يعني البروفايدر انجكت لحد ما عايزين يوز كيسز معينه أوي. يعني لازم تبقى عارف انت عايزهم ليه عشان تستعملهم، عشان تكسب لنا اصحابك الديفلوبرز. لا خلي بالكم من دول الغام يعني. أم بس يعني اعتقد حابب تضيف هل في حاجه حاجه يا جودي؟ تانية؟ أم، ممكن اخر حاجه، يعني اعتقد هنجيب مسير كل حاجه في كومبوزيشن اي بي اي. لو هنجيب حاجه ممكن اعتقد اخر حاجه في الليسته هي الواتش. ممكن يكون الواتش والواتش افكت. الواتش هي نفس الواتش القديمه بتاعه الاوبشنز اي بي اي، مع اختلاف ان احنا بنimporт برضو الميثود بتاعه الواتش عشان نشغلها. بس بقى عندنا حاجه تانية اسمها واتش افكت. الواتش افكت هي ممكن يعني تخدع بعض الناس ان هي تفتكروها نفس اليوز افكت بتاعت رياكت بس هي مختلفه شويه. هي هنقول الواتش الاول بتشتغل ازاي عشان برضو عشان منها نروح للواتش افكت. الواتش اذا كان في الاوبشنز اي بي اي او كومبوزيشن اي بي اي انت بتقول لها انا هواتش على ايه بالظبط، هواتش على انهي بروبرتي، اذا كانت كومبيوتد، اذا كانت ريف او رياكتيف او غيره، وبتشتغل عادي زيها زي الواتش بتاعت الاوبشنز عادي جدا. لكن واتش افكت بالبلدي كده بتتراك الديبندنسيز اللي جوه الواتش، اللي جوه الكول باك، بس قبل
بس هي بتتراك بس الحاجات اللي في السynchronous السynchronous كود مش الاسynchronous كود. يعني لو احنا عندنا واتش كول باك بتاعها asynchronous، فهي بتواتش كل dependencies ما قبل او قبل اول await. يعني لو جوا فلو في asynchronous call back وفي جوه يعني هنفترض يعني API call جوه الwatch effect، فما قبل الاويت ده هو ما قبل الاويت او الاسynchronous كود ده يشتغل، كل dependencies بتتراك. فانا مش محتاج اقول له انا عايز او الويدجت دي بتكون مفيده قوي لو انا عندي كذا حاجه، لو حاجه فيهم اتغيرت عايز اعمل حاجه. في الطريقه القديمه او في الاوبشنز اي بي اي او الواتش العاديه. آه، خلينا نتكلم في الاوبشنز اي بي اي. اوبشنز اي بي اي ده الموضوع ده كان رخم شويتين. بنكون نحتاج نعمل مثلا كمبيوتر بروبرتي فيها كل الديبندنسيز، بتتني كل الديبندنسيز علشان خاطر اوتش بقى على الكمبيوتر بروبرتي دي اللي هي اصلا بتريفير لكل ديبندنس اللي انا عايزها، فعشان لو اي حاجه حصلت ابدا بقى اعمل الحاجه اللي انا عايزها. ولو عايزين نعملها في الواتش اللي في الكمبيوتيشن اي بي اي، انا مش متاكد 100%، بس اعتقد يعني في طريقه ان انا احطها كاري او حاجه زي كده، مش متاكد. مش متاكد الصراحه. ينفع. اه يعني ينفع دي ينفع. حقيقة. انا فاكر ان انا كنت قبل كده، بس عشان ما عملتهاش غير مره فقلت احسن اكون انا فاكر غلط. بس الحمد مم. لله طلعت فاكر صح. ممكن تحط array of dependencies بقى، تقول له هي دي dependencies بتاعتي ويلا بقى اشتغل زي الواتش العاديه. لكن instead of ده، يعني بدل ما افضل اقعد اديله لستة الديبندنسيز وانا اضيف او امسح منهم بقى في المستقبل، لا انا مجرد استعمل واتش افكت، اديله الكول باك، استعمل بقى كل الحاجات اللي انا عايزها وهو هيتراك كل الديبندنسيز اللي انا عايزها، وهيشغلها وهيشغل بقى الكول باك ده مجرد اي ديبندنسي دي آه، تتغير. بس اعتقد اعتقد ان احنا كده لمينا كل حاجه في الكومبوزيشن اي بي اي. دي حقيقة. هل لا بس نسيت ما ينفعش حاجه؟ تختم على يعني الواتش والواتش افكت دي قوية يعني. فالنصر عندك اي افكار عليهم الاول؟ آه على الواتش عامة والواتش افكت كاكزامبلز يعني ان اكشن اه ولا؟ يعني بتستعمل دي امتى؟ اه بتستعمل دي امتى؟ يعني استعملت واتش افكت اصلا؟ الناس كتيرة بتخاف منها صح يا زودي؟ يعني الناس اول ما تشوفها تقول لا دي انا عايز حقيقة. الواتش بتاعتي يا عم انا عارفها. ف... بالظبط، خلينا في اللي عارفينه. بالظبط. يعني هل استعملت اصلا واتش افكت قبل كده ولا يعني الموضوع بالنسبة لك كلمنا عن الاثنين هي بتستعملهم ازاي متى وامتى كده. تمام. طيب هي عامة الواتش الاستخدام الطبيعي جدا بتاع اي حاجة من ايام فيوتو ان احنا بنواتش فاليو معينة، احنا بنستنى لما الفاليو دي تتغير، وبيزد ان الفاليو دي لما تتغير بنروح نعمل اي ميثود، نعمل اي حاجة بيزد ان الفاليو الجديدة. فدي ما كانش فيها خلاف كتير، ما فيهاش اي حاجة. بس الواتش افكت بقى الحاجة اللي ظهرت جديدة. واتش افكت هي عبقريه فعلا في نقطه ان انت بتقول له واتش افكت مثلا الافكت ده اللي هو الكول باك ميثود دي. تمام. هي الكول باك ميثود دي انت مش محتاج تعمل له حاجه. هي الكول باك ميثود دي انت وانس انك عملت كده انت ضامن ان دايما دايما الميثود دي هتجيت ري ران لو اي حاجه من الحاجات اللي بتعتمد عليها اتغيرت. انا مش عارف مثلا ما فيش يعني مفيش اكزامبلز قوي في دماغي، بس اللي هو مثلا يعني لسبب ما مثلا لو انت بتكونسول لوج مثلا الفاليوز اللي بتتغير، مثلا انت مثلا بتكونسول لوج مثلا الكاونت عندك، فانت لو عملت واتش افكت مثلا ميثود هي كونسول لوج الكاونت، فاي مكان ما هو الكاونت هيتغير، هي الميثود دي هترن ليه؟ لان هي بس بتديبند على الكاونت ده. تمام. ان اكشن بصراحه انا ما احتجتش خالص ان انا ابقى بستخدم واتش افكت، بس انا استخدمت واتش افكت مره واحده مش في الشغل. كان في الارتكلز بتاعتي كنت بحاول اشرح الديبندنسي تراكنج ده بيشتغل ازاي. فانا كنت بشرح على الواتش افكت عامه ان انت بتعتمد على فاليوز معينه، والفاليوز دي بما انها هي بتران جوه افكت، فانت بتجيت تراكد از ديبندنسيز للافكت ده، وهي الميثود بتجيت ري ران تاني وانس ان الحاجات دي اتغيرت. لكن فعلا في الان اكشن يعني في الشغل هي غالبا بستخدم الواتش. يعني لا ما افتكرش. هو تقريبا انت ممكن تارجيو ان الواتش افكت
اليوز كيس بتاعتها قليله قوي، وان حاجات كتيره ممكن تبقى يعني تقريبا كل حاجه بتيجي في دماغي هستخدمها فيها واتش افكت ممكن ابقى بستخدمها كومبيوتد، ان انا ببقى غالبا لما الفاليو بتتغير انا عايز اكمبيوتها تاني بشكل مختلف او هكذا، فاهم قصدي؟ عندي اري اتغيرت او اي حاجه، فانا عايز ال... الحاجه دي اعمل لها مم. ترانسفورميشن بشكل مختلف، على عكس ان هو ممكن بيبقى فيه اوقات بسيطه يعني فاليو مش عارف، يعني الواتش افكت مش حاسس ليها يوز كيس قوي بالنسبه لي، انا ما احتاجتش استخدمها بصراحه في الشغل. تمام. هي انا ممكن اتفضل يا زودي. ممكن اذكر يوز كيس عندنا. هو بصراحه ما استعملناش الواتش افكت عشان ما جاش في بالي واتش افكت بسبب ان هي جديده. فاحنا متعودين على الواتش فما جاش في بالي. بس لما فكرت دلوقتي يعني احنا عندنا كذا حاجه. يعني خليني اوصفها بشكل يعني بدون ما احتاج ان انا اشرح كتير ايه الاكزامبل اصلا. آم، احنا عندنا كذا حاجه. يعني عندنا معلومه عايزين نفتشها او نفتشها في حالة إن في بعض المعلومات اتوفرت. فبعض المعلومات دي بيجوا asynchronous، ما بيكونوش عندي static أو مش بيجوا في end point واحدة. امم. فوارد إن واحدة تيجي واحدة لسه وهكذا. ف... ففي الحالة دي أنا محتاج أواتش كل المصادر دي أو كل الديبندنسز دي على وهعمل الكونديشن بتاعي. لو واحد واثنين وثلاثة وأربعة موجودين بالفاليوز اللي أنا عايزهم اعمل لي كذا. فواتش افكت ممكن توفر عليا النقطه دي، ان انا يعني هبدا هعمل واتش افكت وافتح واعمل الكول باك واعمل الكونديشن بتاعي ان لو كذا بيساوي كذا او كذا موجود امم. وعلان موجود والحبايب كلهم موجودين اعمل لي كذا. مم. وهو بقى هيقوم بدور ان كل ما حاجه فيهم تتغير يعني او بمعنى ادق تيجي هاي فاير، والكونديشن مش هيباس الا لما كلهم يكونوا موجودين او في الحاله اللي انا كنت اقصدها يعني دي. فاعتقد دي يوز كيس ظريفه يعني. دي حقيقة، دي حقيقة. حاسس إن يعني الاوبشن التاني كنت ممكن تبقى بتعمل كذا ووتشر على مهم. كل فاليو منهم وبتروح تعمل نفس الميثود، فلا هو بعمل واتش او افكت بينادي كل الميثودز. او اعمل كومبيوتر بروبرتي زي ما كنا بنعمل قبل كده فيهم كمبيوتر تاني كل حاجه. اه بالظبط. اساسا انا عملت الحركه دي مرتين وتواتش قبل كده. الكمبيوتر بروبرتي. بالظبط. انا عاجبني يعني ان انت ذكرت حته اللي هي الرخامه بتاعت زمان، اللي هو طب انا عندي خمس حاجات عايز اوصلها مع بعض، طب اعمل ايه؟ صح. بالظبط. ففي ناس كانت تبقى اري قشطه، وفي ناس اللي هي طب انا احطهم في كمبيوتر، الكمبيوتر دي ما بتعملش حاجه غير انها بتاكسسهم، ما بتعملش حاجه. هي بالظبط. بتطلع لي، ممكن الكمبيوتر نفسها ما بتطلعش فاليو، ودي انا عملتها في فاليديتد. هي الكمبيوتر ما بتعملش حاجه، بترجع undefined، بس هي بتاكسس دي وبتاكسس دي وبتاكسس دي وبتاكسس دي على اساس ان ايه، بتلمهم كذا ديبندنسي اوف الكمبيوتر، فلما واتشها يبقى انا عارف ان واحده من دول اتغيرت. حاجات بالظبط جامده كده. يعني عشان الحوار ده يشتغل، وانا مبسوط يعني ان كان عندكم نفس الاكسبيرينس. انا كنت حاسس ان هو انا بس اللي عامل فاهم الحته محزنة دي يعني ولا لأ. بس في نقطة برضو هنا مهمة، ان الواتش والواتش افكت، يعني واتش احنا عارفينها صح، انت عايز تواتش مهم. حاجة معينة، حاجتين مم. معينين، ممكن تواتش كول باك قشطة لو انت عايز تواتش، لو الكول باك ده رجع فاليو غير اللي بيرجعها ماشي، دي شغالة برضو كويسة. بس واتش افكت يعني انت قلت لها يوز كيس كويسة، انت اولا لازم تفتكر انها موجودة عشان تفتكر اه. انك ايوه يعني ممكن هنا بالظبط. تبقى احسن فعلا. بس انا لقيت نفسي اكتر ان انا بستعملها، ما بستعملهاش كتير برضو، لان انا معظم الوقت انا عندي حاجات فاينايت عايز اوتشها، لكن مم. يعني لما باجي بستعملها يوز كده زي ما انت قلتها كده يا زودي، بس يعني عشان اعممها اكتر، انت كذا حاجه محتاجين يسينكوا مع بعض، حاجات كتيره مهم. محتاجه تسينك مع بعض اكتر من ان انت تحطهم في يعني في array of dependencies، لانهم كتير قوي، يا اما كتير قوي يا اما في conditional logic عليهم كتير. يعني مثلا احنا عندنا في الرسائل المسج بوكس بتاعنا ليه ستيت اللي بتكتب فيه فالستيت بتاعته دي فيها الكاونت وفيها اليوزر بيكتب ايه دلوقتي وبيعمل ايه ومش عارف ايه. ففي حته في اللوجيك ده بتسync اليو اي مع الفلاجز البيزد على اليوزر انبوت والجو ده،
دي لو انا عملتها بواتش، انا بواتش 20000 حاجه، انا بواتش الفاليديشن، انا بواتش الانبوت مود اللي هو بيعمله، انا بواتش التكست اللي هو بيكتبه، انا بواتش الحاجات اكسترنال بره كمان. فاهم؟ ففي حاجات كتير قوي بتتواتش هنا، وفيهم افات وإلسات. يعني انا عندي اف كذا اتغير، ست الفلاج ده وريتيرن ايرلي ريتيرن ما تكملش. طب دي انا مش هينفع اعملها في الواتش، صح؟ لان في الواتش طب افرض ديبندنسيز بعد كده اتغيرت، هيرن تاني في الواتش لان انا بعت له اري اوف ديبندنسيز، صح؟ مظبوط. ففي افشنسي ضايعه هنا شويه، ان انا ممكن اسكيب الليله دي كلها لو دي بس اتغيرت وبقت فاليو معينه. ف يعني فميزه الواتش افكت ان هي لو احنا بنفكر في الواتش ان هي انت بتبس الحاجه اللي تتواتش وتبس الكول باك اللي يرن مع بعد لما الحاجه دي تتغير از ان افكت في التغيير ده يعني. فواتش افكت بتحط الاثنين مع بعض، بتقول لك انت هتديني كول باك في الاثنين مع بعض، انا هلم الديبندنسيز بتاعتي منه، اي حاجه رياكتيف هعدي عليها هتبقى ديبندنسي وانا اوتشها لك باي ديفولت. وهنا يعني ايه دي قوتها هنا وعيبها في نفس الوقت. عيبها ان هي لو انت عندك انفينيت لوب غالبا انت استعملت واتش افكت غالبا يعني بنسبه 90% انت عندك واتش افكت. ف ودي حصلت كتير قوي يعني، كل مره استعمل واتش افكت انفينيت لوب. طيب هنشوف انا عملت ايه بقى. فانت تلاقي نفسك ان انت رايت الفاليو انت بتقراها في تك تانية او اسynchronously. فدي بتحصل كتير. وحته الاسynchronous دي مهمه برضه، انا عايز يعني نركز الناس عليها جامد، ان ليه هي الواتش افكت بتكولكت الديبندنسيز لغايه اول او ويت، انت قلت كده في الاول. وده بسبب ان الرياكتيفيتي شغاله كده اصلا. الرياكتيفيتي ما ينفعش تشتغل، الديبندنسي كولكشن ما ينفعش تشتغل اسynchronous. ليه؟ عشان احنا قلنا جافا سكريبت ايه سنجل ثريدد، فطول ما هي ماشيه في المين ثريد هو هيعرف يجمع ان دي الديبندنسي بتاعت دي. طب اول ما تبقى اسynchronous لا بقى في حاجات في الكيو فما عادش عارف الاوردر بتاع الفانكشنز، الموضوع كله بيبوظ. فهو الليميتيشن مش صعب يعني. انت لو عايزه يجمعها ديبندنسي اكسس الفاليو، اعمل يوزر دوت فاليو بس، ما تعملش حاجه تانية. مش لازم هي ستيتمنت ما بتعملش حاجه، بس انت كده بتقول له جمعها لي كديبندنسي عشان اعرف استعمل السync واويت بعد كده يعني. في ديستنكشن برضو صغنن، ان الكول باك في ناس لما تيجي تستعمل واتش وتقول له يواتش حاجه، الكول باك ما بيشتغلش الا لما انت تقول له رن immediate، صح؟ تبعت له اوبشن تقول له رن immediate. واتش افكت هيرن على طول، ما ينفعش تديسيبل ده لان ده منطقي، هي لازم ترن عشان تعرف هي معتمده على ايه. فلو هي مش عارفه هي معتمده على ايه مش هتعرف ترن. الواتش العكس، هي عارفه هي معتمده على ايه فمش محتاجه ان هي ترن الكول باك بتاعك ده الا لو انت قلت لها رن immediate بس. ف يعني انت جبت نقطه يعني حاجه صعبه يعني زودي الواتش افكت مش عارف نسيتهم ازاي بس يعني لا بصراحه هو فعلا الواتش افكت يعني من الحاجات اللي بتتنسي دايما. انا شخصيا بالرغم ان انا يعني عارفها بس نسيتها. يعني لان انا وقت ما كنت بشوف فيو 3 والفيتشرز بتاعته يعني لما نزلوا كده الكلام ده من فتره طويله جدا. حتى كنت عامل بلاي ليست على اليوتيوب في الاختلافات بين فيو 3 وفيو 2 والكلام ده. الكلام ده كان من 3 سنين. فانا لما احتجت الكلام ده يعني احتاجته من فتره قريبه اللي هو بنتكلم بعد 3 سنين من لما انا شفت الكلام ده. ف... فمنطقي ان في واتش بس بس مش منطقي ان انا اعرف ان في واتش افكت الا وانا رجعت تاني وفي كل الفيتشرز موجوده عشان اعرف ان في واتش افكت. فهي من الحاجات اللي ممكن تتنسي في النص فعلا. تمام. هي يعني انا حاسس الكومبوزيشن اي بي اي لحد ما حاولنا نديله ريفيو عامه يعني، اعتقد غطينا ترباعها يعني. بس هو في كتير يعني كل حاجه فيها تفاصيل، واحنا يعني زي الواتش اهي طلعنا منها تفاصيل كتير. ولسه فيها شويه حاجات غريبه يعني. في حاجه اسمها الفلاش بتاعها امتى، ودي ما حدش بيستعملها كتير، لازم يعرف برضه هو بيعمل ايه. بس يعني اي حد بيستعمل فيو اعتقد هو ده السطح اللي هيتعامل معاه معظم الوقت. ممكن 1% من وقته بس اللي هو ممكن يتوه بقى في الحاجات اللي هي التفاصيل اللي احنا ممكن مش هنعرف نتطرق لها، لان حاجات زي دي يعني دي بتشرحش، ما فيش حد بيشرحها في فيديوهات حتى من كتر ما هي اللي هي انت لازم تبقى فاهم انت بتعمل ايه. انت مشغل الديباجر جنبك بريك بوينتس وعارف الدنيا ماشيه ازاي عشان تعرف تستفيد من الحاجات التانية دي. بس يعني اللي اعتقد ممكن يبقى واضح بقى من الحلقه ان الكومبوزيشن اي بي اي فليكسيبل قوي، بيديك فليكسيبيليتي قويه جدا، مالهاش دعوه بالكومبوننتس، تقدر تجمع لوجيك في يونتس
بنسميها composable functions. في ناس يعني طريقه تسميتها وتنظيمها كفولدر ستراكشر مش ستاندرايزد، ما لهاش جايد، ما لهاش انفورسمنت هنا خالص. بس ده ممكن لما نيجي نتكلم مثلا حلقه عن الفولدر ستراكشر والناس بتنظم الفيو كود بتاعها ازاي، اعتقد ده هيبقى موضوع كويس لحلقه تانية يعني. ف يعني انا شايف الكومبوزيشن اي بي اي ده هو الطريقه اللي انت لازم تستعمل بيها فيو along with ان انت ما ينفعش تكتبه الا بالتايب سكريبت. فدي يعني هوت تيك عندي شويه، ان انا بقول للناس يعني لو انت هتستعمل فيو 3، يعني لو هتستعمل فيو استعمل فيو 3 ده اكيد. لو هتستعمل فيو 3 استعمل كومبوزيشن اي بي اي. لو هتستعمل كومبوزيشن اي بي اي استعمل تايب. لازم بص باكج كده مع بعض، عشان يعني انت بتلوز كتير قوي انك ما تستعملش تايب سكريبت مع كومبوزيشن اي بي اي، وبتلوز كتير قوي انك ما تستعملش فيو 3 مع كومبوزيشن اي بي اي. فيعني لو انت لسه بتسمع الحلقه دي ولسه شغال في شركه بفيو 2، او يعني شوف هتعرف تمايجريت امتى ولا مش هتعرف تمايجريت خالص، ده قرار كده كده عايز مسؤوليه كبيره يعني. بس لو انت شغال بفيو 3 وشغال اوبشنز اي بي اي، ممكن تسيب لنا مثلا في الكومنتس ايه اللي منعك، ايه العطله الكبيره اللي مخلياك تفتكر ان الاوبشنز اي بي اي احسن او اسهل من الكومبوزيشن باي. لان احنا اتكلمنا هو ثلاثه ليفلز مختلفه من يعني، او يعني اثنين شبه بعض. ناس بتمايجريت من فيو 2 لفيو 3 وبتحاول الكومبوزيشن باي بمزاجها، مش اللي هو مش عشانه ده الناس شغاله كده فاحنا هنشتغل كده، لا هو فعلا احسن. واحنا في نفس الوقت بنشتغل اكسكلوسيفلي بيه في رسائل مثلا. فاللي هو ايه اللي منعك انك تعمل حاجه زي كده؟ لان ده ممكن يبقى وجهه نظر انترستنج لينا احنا نعرفها، ممكن نتكلم عنها بعد كده في حلقه في المستقبل يعني. بس اعتقد احنا كده تمام صح؟ ولا حد عايز يزود حاجه؟ ناصر عايز يزود حاجه صح؟ لا، وانا كان بخصوص ان احنا لو في حد لسه بيستخدم الاوبشنز اي بي اي، فاحنا كنا اتكلمنا برضو في الحلقه بتاعه الريندرنج على ان الفيبر مود هو اساسا ما بيسمحش بالاوبشنز اي بي اي، وواضح ان في توجه عام ان الاوبشنز اي بي اي يعني مش يتلغي. خلاص الناس الناس بتتخلى عنه واحده واحده. يعني فلو عندنا مثلا 100 كومبوننت مكتوبين باوبشنز اي بي اي، بلاش نخليهم 150 كومبوننت مكتوبين باوبشنز اي بي اي، علشان هنحولهم سونر اور ليتر كلنا الكومبوزيشن اي بي اي. التك ديبت لازم تتعامل معاها. دي بوينت كويسه جدا أنا نسيتها. انا انت برضه لازم نسيتها. تمايجريت. اوكي اعتقد احنا كده تمام، مهم. وان شاء الله الاسبوع الجاي حلقه جديده. مع السلامه. سلام. باي باي.